مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تقدم التنمية الزراعية في جنوب البحر الأحمر. جهود للسيطرة على الأمراض المزمنة في إقليم عنسبة. حملة الطلاب الصيفية للتنمية تنجز أعمالا فاعلة في الحفاظ على المياه والتربة. الجيش النيجيري يعلن مقتل 35 إرهابيا في غارات جوية. واشنطن تسحب جنودها فجأة من قاعدتين في العراق. روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مسؤول فرع الزراعة بإقليم جنوب البحر الأحمر المهندس محمد عبد الرحمن أن أنشطة التنمية الزراعية في الإقليم تحقق تقدما مشجعا. وأفاد المزارعون النموذجيون الذين ينشطون في إدارات ضاحيتي كيميرا ورا أنهم يعملون على زراعة الذرة والدخن، كما ينشط المزارعون في ضاحية عصب في زراعة الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تربية النحل في إدارات ضواحي أيومن وحلحل وفرار وعدعيلة كمصدر دخل أساسي لهم. وأضاف المهندس محمد أن المزارعين حصلوا على 1000 متر مربع من الأرض في جميع القرى ضمن برنامج الزراعة المصغرة، وأنهم بدأوا أنشطتهم بالفعل. وأكد في الختام أن هناك خططا لتوزيع شتلات النخيل على المزارعين لتوسيع نطاق زراعة التمر. يجري العمل في إقليم عنسبة للسيطرة على الانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية بشكل عام ومرض السكري وضغط الدم بشكل خاص. وأوضح مسؤول قسم مراقبة الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها في فرع الصحة بالإقليم السيد ميكائيل تخلاي إن الأمراض غير المعدية التي تسبب الإعاقات الدائمة والوفاة يمكن السيطرة عليها إذا تم تشخيصها ومراقبتها بشكل صحيح في وقت مبكر. وذكر إن الأسباب الشائعة لهذه الأمراض هي أنشطة تتعلق بسلوك الإنسان مثل التدخين وتناول الكحول وتلوث البيئة وغيرها، مضيفا أن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها على المستوى الفردي والمجتمعي والوطني لا يمكن تقديرها بسهولة. وبالرغم من الوعي الجيد الذي تم نشره من خلال حملات التوعية التي أقيمت في المؤسسات الصحية، إلا أنه حث المجتمع على زيادة الوعي وممارسة التمارين وإحداث تغييرات سلوكية ترعى الصحة الشخصية والعامة في الاتجاه الإيجابي صحيا. وأضاف أن اكتشاف تزايد أعداد المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري مؤشر على جهود وزارة الصحة التي تهدف إلى تشخيص هذه الأمراض لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من أجل رعاية المواطنين والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن حملات الفحوصات الطبية للأعمار التي تتراوح من 40 إلى 50 عاما تستمر بجدية في هذا الإطار. أفاد الخبراء الزراعيون والمعلمون الذين أشرفوا على الحملة الطلابية أن نحو 800 طالب وطالبة شاركوا في أنشطة فعالة للحفاظ على المياه والتربة في مديريتي منحيلي وميمنة في الإقليم الجنوبي. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية شاب مبرهتوم زكاي أن 488 طالبا تم نشرهم في 3 محطات للتنمية في مديرية منحيلي منذ 7 يوليو، قاموا ببناء أكثر من 65 ألف متر من القنوات الحوضية و7492 متر مكعبا من الحواجز، وحفروا 8288 حفرة للتشجير، وغرسوا حوالي 5000 شتلة. وأوضح أحد المعلمين الذين أشرفوا على العمل الأستاذ أنقسوم محرتآب إن الحملة التنموية الصيفية تلعب دورا مهما في تطوير وتحسين البيئة، كذلك مساعدة الطلاب على التعرف على بعضهم البعض وغرس ثقافة العمل والتعاون في الأعمال الجماعية بروح موحدة. وأضاف مسؤول مكتب التعليم المكلف في مديرية ميمنة الأستاذ بهت ولداي مشاركة 297 وقيامهم ببناء أكثر من 25 ألف متر من القنوات الحوضية وأكثر من 1000 متر مكعب من الحواجز، إلى جانب رعاية الأشجار التي زرعت مسبقا. وأشار مسؤول مكتب الزراعة السيد ياريت قبر قرقيس بدوره إلى مشاركة الطلاب ووحدات قوات الدفاع الفاعلة في الأنشطة التنموية
التي تركز على الحفاظ على المياه والتربة، مذكرا على أهمية إشراف الخبراء الزراعيين لضمان فعالية الأنشطة التنموية التي تنفذ. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قال الجيش النيجيري إنه استهدف مسلحين بضربات جوية دقيقة في شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 إرهابيا مشتبها به، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا جماعات مسلحة من بينها جماعة بوكو حرام. ووفقا لإيهمين إيجودامي المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، تم شن الغارات على 4 أهداف في منطقة كومشي بولاية بورنو بالقرب من الحدود، وتعتبر بوكو حرام واحدة من أخطر الجماعات المسلحة في العالم، وحملت السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي. ويشار إلى أن مجموعة منشقة تعرف باسم تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا أو إسواب، معروفة باستهداف الجيش، وقد اجتاحت قواعد في شمال شرقي نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إفريقيا. كشفت مصادر أن الولايات المتحدة قررت بشكل مفاجئ سحب جميع قواتها من قاعدتين في العراق. وأوضحت مصادر سياسية أن واشنطن قررت بشكل مفاجئ سحب جميع جنودها من قاعدتي عين الأسد وفيكتوريا بالعراق. وأوضحت المصادر أن القوات الأمريكية تشرع في نقل عناصرها إلى أربيل وبلد عربي مجاور. وأشارت إلى أن الأمريكيين أبلغوا نظرائهم العراقيين أنهم سيسرعون عملية الانسحاب ولن يلتزموا بالجدول الزمني الموضوع ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين. وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قد أكد أن انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة، مشيرا إلى أنه مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا بواقع 146 أسيرا من كل جانب. وذكرت الوزارة في بيان لها أن 146 عسكريا روسيا عادوا من الأراضي الأوكرانية مقابل تسليم 146 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف. كما أشارت الوزارة إلى أن العملية شملت أيضا إطلاق سراح 8 مدنيين روس من سكان منطقة كورسك الحدودية كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل السلطات الأوكرانية بحسب وصفها. كما شمل التبادل أيضا إطلاق سراح الرئيس السابق لبلدية خرسون فولودومير ميكولاينكو الذي قضى أكثر من 3 سنوات في الحجز. أعلنت فيتنام عن خطط لإجلاء أكثر من نصف مليون شخص، وأمرت القوارب بالرسوع على الشواطئ، بينما أغلقت مدينة ثانية بجنوب الصين مقاري الأعمال وأوقفت وسائل النقل العام تأهبا لإعصار كاجيكي الذي تشتد قوته. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن تمر العاصفة بالساحل الجنوبي لمقاطعة هاينان الصينية قبل أن تتجه إلى فيتنام. وبحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام، اشتدت قوة العاصفة بحلول الساعة 9 بتوقيت غرينتش، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 166 كيلومترا في الساعة. وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام أن السلطات تعتزم إجلاء أكثر من 586 ألف شخص من عدة مقاطعات بوسط البلاد، إذ من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تقدم التنمية الزراعية في جنوب البحر الأحمر. جهود للسيطرة على الأمراض المزمنة في إقليم عنسبة. حملة الطلاب الصيفية للتنمية تنجز أعمالا فاعلة في الحفاظ على المياه والتربة. الجيش النيجيري يعلن مقتل 35 إرهابيا في غارات جوية. واشنطن تسحب جنودها فجأة من قاعدتين في العراق.
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.